الحمد لله. دي كارو جات لي عندها مشكلة في الأسنان، المشكلة في سنة واحدة بالتحديد اللي هي الليفت upper third premolar، السنة اللي هي رقمها 207. كارو هي بتلعب بتحب تعض الحاجات التقيلة بأسنانها، حاجات زي الخشب المعدن، طبعا ده خلى السنة بتاعتها تتكسر والبالب بتاعها كان exposed اللي هو العصب يعني مكشوف. طبعا وهي متخدرة بعرف أفحص بشكل أدق، بشوف السنة بشكل كامل، اختبر السنة نفسها عاملة ازاي. طبعا السنة دي جذورها طويلة وقوية جدا وثابتة في مكانها كويس، فالموضوع هيحتاج وقت. ببتدي بقى احفر حوالين السنة وبشيل جزء بسيط من العظمة اللي حواليها، لان الهدف مش ان انا اخلعها بالعافية، الهدف ان انا اخلعها بالكامل بدون ما تتكسر وبشكل امن. يعني هي الاسنان دايما محتاجة صبر. هنا بقى حصلت مفاجأة، حسيت ان التخدير ابتدى يخف رغم اني لسه مديها جرعة، شكيت ساعتها ان الكانيولا طلعت من الوريد. على طول وقفت كل حاجة والتكنيشن جاب لي كانيولا جديدة وبسرعة ركبتها في السافيناس فين في رجلها الخلفية. لو ما كناش اتصرفنا بسرعة كان أكيد هتفوق. أيوة كده السنة اتخلعت الحمد لله كاملة. بعد الخلع بقى بنخيط المكان عشان اللثة تلتئم بشكل أسرع. وبما ان كارو يعني تحت التخدير فبالمرة نظفنا باقي الأسنان من الجير. كده الحمد لله خلصنا خلاص، فاضل بس الإفاقة. وألف سلام عليك يا كارو.